السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله، ونرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الفيديو اللي باش نحكيو آخر الأخبار، أهم خبر لهذا اليوم مجانا. تعالوا. في هذا الفيديو سنتطرق اليوم بإذن الله. نحن نغرق يا سانجي. لا تصرخ يا هذا، السفينة بخير. بخير؟ أجل، الحمد لله. عمو سامي تعالى اشفط لنا المية. غرقنا عمو سامي. احنا شغلنا غرقنا عمو سامي. هيا بنا الآن يا سادة. إلى أين؟ شعلينا وين ماشيين، شعلينا وين ماشيين. مباريات كأس إفريقيا للمنتخب الوطني التونسي. هذه مباريات كأس إفريقيا، 3 مباريات في الدور الأول. توقيت مباراة تونس والمنتخب الأوغندي على بين سبورت على 9 مساء. تشكيل تونس للمدرب سامي طرابلسي. في حراسة المرمى أيمن دحمان. قلب دفاع دايلان براون ومنتصر طالبي. على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابدي لاعب الدوري الفرنسي لاعب نيس. نمر الآن وسط الميدان. الياس السخيري محترف الدوري الألماني، والفرجاني ساسي الكابيتانو، وحنبال الماجبري لاعب البريمير ليج الإنجليزي. نمر الخط الهجوم. جناح هجومي على اليسار الياس سعد، جناح هجومي على الجهة اليمنى الياس العاشوري لاعب كوبنهاجن الدنماركي، وقلب هجوم حازم المستوري. قائمة المنتخب التونسي المدعوة لكأس أفريقيا: في حراسة المرمى 4 حراس: صبري بن حسين، الفرحاتي ودحمان وبن سعيد. هذوما حراس المرمى من نجم و4 فرق. وبالنسبة لخط الدفاع: منتصر الطالبي، دايلان براون، واسم رياح، ونادى الغندري ك4 قلوب دفاع. يان فاليري ومحمد بن علي على الجهة اليمنى، وعلي العابدي مرتضى والناس على الجهة اليسرى. هذهم 8 مدافعين في القائمة. بالنسبة لوسط الميدان: فرجاني ساسي، حنبال المجبري، والياس السخيري. وسط ميدان هذوما اللاعبين الأساسيين، إضافة إلى محمد علي بن رمضان وحسام تقى وآدم عروس ومحمد الحاج محمود. بالنسبة للهجوم: سيد الهجوم مستوري، شواط، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك. هذوما 3 قلوب هجوم. وأيضا إلياس سعد والعاشوري والياس اسماعيل الغربي وتونكتي ونعيم السليتي. مباريات المنتخب التونسي: المنتخب الأوغندي وتونس يوم الثلاثاء المباراة الأولى على الساعة 9 ليلا. المباراة الثانية يوم السبت 9 ليلا أيضا، تونس ونيجيريا. والمباراة الختامية في دور المجموعات تونس وتنزانيا يوم الثلاثاء على الساعة 5 مساء. برنامج مباريات اليوم: تلعب نيجيريا وتنزانيا 6:30، وتونس 9 ليلا. كثيرون من ينتقدون اختيارك يا سيد عمو سامي. قوي جدا، فهل ستكونون قادرين على الفوز؟ سيدي، هل أنت واثق بأن اختيارك كان صحيحا؟ تفضل. اطلبوا إلى النقاد أن يؤجلوا حكمهم حتى آخر أيام البطولة. دور المجموعات في كأس أفريقيا: منتخب تونس وراية كأس العالم يوم 14 جوان. منتخب تونس والمنتخب الملحق الأوروبي يوم 20 جوان. المباراة الثانية: واليابان وضد تونس. المباراة الأخيرة في كأس العالم: المنتخب الهولندي يوم 25 جوان ضد تونس في تكساس. بلدان الملحق الأوروبي هم إما أوكرانيا والسويد أو بولندا وألبانيا. هذوم بقية مجموعات كأس العالم، 12 مجموعة في كأس العالم. إنه امتحان الخيارين. هل قلت امتحان؟ إن أجبتم خطأ فسوف تطردون، لأنكم ستكونون غير جديرين. يكون سؤال الخيارين الذي طرح علينا في البلدة، والآن أتت ساعة الاختيار. خيارين للترشح في هذا كأس أفريقيا: الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أحسن 4 ثوالث من كل مجموعة يترشحوا. من 6 مجموعات أحسن 4 ثوالث يترشحوا في كأس أفريقيا هذه. ولا سيحة، اقفل القهوة، احجز لنا طيارة شرم الساعة 6 فيرست كلاس من بلد المغادرة. وطارت الطيارة. مجموعات كأس أفريقيا: المجموعة الأولى مجموعة المنتخب المغربي، المجموعة الثانية مجموعة منتخب مصر، المجموعة الثالثة مجموعة المنتخب التونسي، إضافة إلى النيجيري نصور نيجيريا ونصور قرطاج. المجموعة الرابعة مجموعة المنتخب جمهورية الكونغو،
إضافة إلى البنين والسنغال مجموعة قوية. المجموعة الخامسة مجموعة الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا السودان. والمجموعة السادسة مجموعة الكاميرون والغابون والكوديفوار وموزمبيق مجموعة قوية أيضا. الخيارات الترشح خيارين للترشح في هذا كأس أفريقيا. هذا الخيار الأول والثاني من كل مجموعة، والخيار الثاني هو إضافة إلى أحسن 4 ثوالث من كل مجموعة يترشحوا من 6 مجموعات، أحسن 4 ثوالث يترشحوا في كأس أفريقيا. هذه آخر الأخبار، أهم خبر لهذا اليوم مجانا. تعالوا. اشتعلت، نحتاج إلى إطفائية. بطولة تونس اشتعلت وصدارة الترتيب اشتعلت على المنافسة. بالنسبة لترجمة القوس المقابلة جودة 15. مباراة منتخب تونسي في كأس العالم، المباراة الأولى مع الملحق الأوروبي، المباراة الثانية مع اليابان، المباراة الثالثة مع هولندا يوم 25 جوان. وهذه المجموعة السادسة منتخب تونس في كأس العالم. هذه مجموعات كأس العالم جميعا 12 مجموعة و48 فريق لهذا كأس العالم نسخة استثنائية. شكرا لمشاهدتكم. دعمنا رجاء دعمنا على قناة اليوتيوب. إذا أعجبك الفيديو وأعجبك خاصة المونتاج متعوب فيه جدا جدا جدا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واعطينا رأيك في الكومنتات. لا تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. ان شاء الله يكون الفيديو يعجبكم. قولوا لنا رايكم في التعليقات واعطيوا لي سكور والنتيجة الأقرب للمباراة هذه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. بالتوفيق للجميع والى اللقاء. ما تنسوش الاشتراك في قناه الكل يوصلكم كل جديد يهم المنتخب الوطني التونسي من اللاعبين المحترفين والبطوله التونسيه. اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.